التشيز كيك مش اي ديزرت، دي حاجة كده معمولة عشان البني ادم يقدر يلاقي الفرحة في الدنيا تاني. تعال اقول لك مين اللي اخترع التشيز كيك. حاجة كده من اشهر الديزرتس في العالم، سواء معاها فراولة ولا تشوكلت ولا حتى كلناها ايس كريم او حطينا الفليفر بتاعها في كانديز وحاجات كتير بنحبها جدا ودايما بندور عليها عشان تبقى حياتنا لذيذة ورايقة كده، تبقى زي التشيز كيك يعني، فاهمني؟ ومع ان ليها اشكال وانواع كتير جدا، لكن عادة هنلاقي ان في 5 انواع تحديدا هم الاكثر انتشارا في العالم، اللي هم الكيرد تشيز كيك النسخة الريفية اللي بتتعمل من الجبنة القريش، والايطاليان تشيز كيك اللي بتتعمل من الجبنة الريكوتا، والجيرمان تشيز كيك اللي بتتعمل بالجبنة الكوارك من اللبن الرايب، والنيويورك تشيز كيك من الجبنة الكريمي، والفرنش تشيز كيك اللي بتتعمل من جبنة البري. وبتختلف عن باقي الانواع دي كلها بانها مش بتدخل الفرن. طب يا ترى بقى الاختراع اللذيذ ده مين اللي اخترعه؟ تعال اقول لك بقى. اصل انتشار ديزرت تشيز كيك في العالم في تاريخنا الحديث بيرجع لاوائل القرن العشرين في الولايات المتحدة، لما ابتدى الديزرت ده ينتشر بسرعة كبيرة في مطاعم ولاية نيويورك على سنة 1905 كده. قبلها بقى كان التشيز كيك من الحلويات اللي مش اي حد بيعملها، كانت بتتعمل بس على ايد شيفات الفاين دايننج، وظهرت في كتير من كتب الطبخ الاوروبيه وتحديدا الانجليزيه في الفتره ما بين اواخر القرن ال18 وبدايه القرن ال19. قبل القرن ال18 بقى كانت وصفات التشيز كيك فيها اختلاف كبير جدا في كتب الطبخ، عشان كان بدل البيض المخفوق بيحطوا معاها خميرة، وده اللي كان بيخلي طعمها مختلف جدا عن الطعم المسكر اللي احنا متعودين عليه النهاردة. والتشيز كيك كسبت اسمها ده في بريطانيا في القرن ال15، وقبل كده كان ليها اكتر من شكل واسم تاني. يعني مثلا هنلاقي في كتاب فورم اوف كيري اول كتاب طبخ انجليزي اللي صدر سنة 1390 ان في وصفة مشهورة للتشيز كيك اتعرفت باسم السامبو كات، وكانت بتتعمل من التوت وماء الورد مع الجبنة والخميرة. بس التشيز كيك اصلا بقى جت من الحضارة الاغريقية، لان اصلها هو تورتة البلاسنتا الاغريقية اللي ظهرت في الحضارة الاغريقية من اكتر من 2000 سنة قبل الميلاد، واتصنعت لأول مرة على إيد رجال الدين اللي كانوا بيقدموها في الأعياد والاحتفالات الدينية. معقول كان حد يتخيل إن الديزرت الكيوت ده وراه الحدوتة دي كلها؟ أنا عن نفسي راحت له، اللي هيعملها فينا الأول يعزم التاني بقى.